تعال احكي لك عن واحد اعرفه كان بينام على البلاط وبيقبض 50 جنيه في اليوم، ودلوقتي بيقبض بالدولار. ده يا سيدي واحد مش هقولك كان فاقد الامل في الدنيا، ده ما كانش في دماغه اصلا انه يتقدم ولو خطوه واحده. تمر الظروف والايام ويبدا يبص حواليه ويسال نفسه، هو انا فعلا متاخر قوي كده؟ طب الناس اللي هناك دي وصلت لكل ده امتى؟ طب انا اللي صح وهم غلط، ولا انا اللي غلط وهم اللي صح؟ طب افضل كده ولا احاول اعمل اي حاجه تنجدني من اللي انا فيه؟ طب هل حق؟ طب في فرصه اصلا؟ معذور، ما هو كان مفكر ان سقف الحياه هو 50 جنيه في اليوم، بس يمكن الحمد لله هي اللي نجدته من اللي هو فيه. طبعا انت دلوقتي عايز تعرف الشخص ده عمل ايه يخليه فعلا يقال عليه انه ناجح. شخص اتغير 180 درجه يا جدع، بقول لك بيعمل الاف الدولارات في الوقت والظروف اللي احنا فيها دي. بس قبل ما نكمل انا عايز اقول لك انه مش احسن منك في حاجه، بس هو عمل حاجه بسيطه جدا. اعمل لاف وفولو وتعالى نكمل مع بعض علشان اقول لك هو فكر ازاي. انا عارفك ماسك موبايلك وعقلك مليان افكار، عايز تبقى نجم، عايز تعمل مشروع، عايز تحوش، عايز تهاجر، عايز ترقص، عايز تعيش حياتك، بس كل ده في دماغك بس، مش عشان انت فاشل، لا، انت مشكلتك الحقيقية انك فاكر ان الناس اللي نجحوا او عملوا حاجة مميزة في حياتهم احسن منك او اذكى منك او اغنى منك او اشطر منك او عندهم فرص اكتر، وهي دي بقى اكبر كدبة انت صدقتها. تعال اقول لك الحقيقة، وعلى فكره انا مش بتفلسف عليك، انا جاي احاول افيدك واستفاد معاك من صاحبنا اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو. بص هقول لك على حاجه، اللي نجح مش دايما الاذكى ولا هو الاغنى ولا اللي عنده واسطه ولا اللي معاه كورسات، والدليل على ده ان مش اذكى واحد معاك في الدراسه او في الشغل هو دايما اللي بيطلع الاول او هو اشطر واحد، ولكن هتلاقيه دايما الشخص اللي بيجتهد وبيسعى دايما بايده واسنانه، وفي الغالب هتلاقي كتير بيتريقوا عليه، وغالبا برضه هو الفقرة بتاعت مسرح كل يوم. فاللي نجح هو اللي موقفش، هو اللي وقع وخسر بس وقف وكمل، اتسقف على وشه 100 مرة بس قام وكمل برضه. انت فاكر ان اللي بينزل فيديو جامد ده ولا بيطلع ترند ولا عمل براند لنفسه كان اصلا بدأ كده وبنفس الليفل ده؟ ده كان مش بعيد يصور في الحمام علشان مفيش مكان في البيت يصور فيه، او مثلا انه يسجل في دولاب علشان معهوش مايك غالي او بسعر كويس يطلع له صوت نقي وكويس. انت عارف انت ناقصك ايه؟ ولا حاجة، بس لازم تسكت صوت دماغك اللي دايما بيقولك ما ينفعش او مش وقته او انا عايز اجهز اكتر. ابدأ باللي عندك، بالتليفون اللي في ايدك، بالفكرة اللي مصدعة لك دماغك كل يوم. جرب وافشل والعب واتعلم، بس ما تقعدش تتفرج على الناس اللي بتكسب وانت عمال تعمل سكرول. كل واحد فينا عنده حتة جوه نفسه كده بتقوله انا اتخلقت لحاجة اكبر من كده، بس الفرق ان في واحد بيسمع الصوت ده والتاني بيسكته خالص. فايوه، اللي نجحوا فعلا مش احسن منك، بس هم كملوا وجربوا وغلطوا وانت لسه بتفكر. فخليك زي صاحبنا اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو، وجرب واغلط وتعلم وحاول لحد ما اكيد هتيجي في يوم هتبقى راضي عن نفسك، لمجرد ان على الاقل خالص انت حاولت وعملت اللي عليك. فلو وصلت لهنا اكيد لسه في حتة كده مشعشعة في دماغك، فسيب لي لايك وفولو وخلينا نشعشعها سوا، واعمل كومنت علشان اعرف انك كملت للاخر، وسيف الفيديو علشان ترجع تشوفه تاني لما تبدأ تجرب في حاجة جديدة وتتعلم